إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فإن من يعيش في هذه الدنيا يرى من عجائب الزمان صورا، ومن حوادث الأيام عبرا، وكلما طال به الأمد فإذا به يطوي المرحلة تلو المرحلة حتى يصل إلى الغاية التي عندها منتهى أجله وانقطاع أمله. وعلى تنوع الابتلاءات التي تمر بالعبد فإنه مأمور بالصبر على كل حال، لأن في الصبر تسلية للمصاب وتهدئة للنفوس وبعثا للطمأنينة في قلب العبد. ومن أعظم ما يبتلى به المرء فقد الأحبة من قريب أو صاحب، فبينما يعيش المرء في كنف والده يغذوه بالحنان ويمده بالعطف ويعلمه كيف يعيش في هذه الدنيا على خير حال، فإذا بالموت يخطبه وإذا به قد أقام تحت الجنادل وحيدا، قد خلف كل شيء وراءه ولم يأخذ معه إلا عمله. وإذا بذلك الابن الذي كان لا يعرف الهم حمل هم أسرة فقدت عائلها، فراح يكابد عناء المعيشة، وإذا بفراغ يخيم على قلبه كلما علم أنه فقد بابا من أبواب البر وطريقا إلى الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. فقد كان يطمع أن يلج الجنة من خلال ذلك الباب برا وإحسانا، فإذا به يفقده. وكم هي حسرة أن لم يكن قد أحسن معاشرة أبيه في حياته. وآخرون فقدوا نبع الحنان الذي لا ينضب من والدة كانت ترعى الصغير حتى يكبر وتأمل أن يكون له متكئا عند النوائب، تعلمه الوصل بإخوانه والرحمة بأخواته، تسهر لينام وتتعب ليرتاح، لا تسأم ولا تمل. وفجأة وإذا بها تودع الدنيا مخلفة قلوبا منكسرة وأكبادا متصدعة لا يعلم على أي حال يكونون. فإذا بالوالد يحتاج إلى مستند، وإذا بالبنت يخاف عليها الضيعة إن لم تجد أبا أو أخا قويا ناصحا، وإذا بالأبناء قد افتقدوا سلما إلى الجنة وجسرا موصولا إليها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وحق على من علم أن برها كنز موصل إلى الجنة أن يحزن على خسران ما يرجوه من البر والخير والعمل الصالح، وأن يكون هذا دافعا لحسن صحبتها في الدنيا. لأمك حق لو علمت كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثبلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك يسير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير، فدونك فرق في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير. وآخر قد فقد زوجة كانت عنوانا في الأدب ورأسا في العفة والسلوك الحسن ومقدمة في الصلاح، تحوطه بنصحها وخدمتها ولا تقصر في مطالبه وتعينه على صلة رحمه، تتودد إليه طاعة لله لا تفشي سره ولا تظهر أمره. فبينما هي كذلك إذ باقتها الأجل فإذا به وحيد من أنيس
وحوله أطفال يخشى عليهم الضياع، وآخر قد افتقد ابنا كان يراه يترعرع بين يديه، كلما كبر رأى أحلامه فيه تكبر، وبينما هو يراه كالشجرة اليانعة في كل يوم تزداد أغصانها زهوا وعذوبها ثمرا، وبينما يرى ابنا بارا يقوم بخدمته ويتكئ عليه عند الملمات والضعف، فجأة فإذا بالموت يخترمه وإذا به قد تصدع قلبه وعاد فراغا بعد أن كان مرتبطا به فرحا، وقد عظم عليه المصاب وكان أن يفقد صوابه، لكنه أيقن بموعود الله وصدق بوعده، فإذا به صابرا محتسبا لما علم من أجل الصبر على فقد الأحبة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وكان رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنا له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما فعل فلان؟ يسأل عن الطفل. فقالوا: مات يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوالده: أما تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. ومن الناس من يفقد أخا كان عونا له على ملمات الحوادث وصولا لرحمه، باذلا نفسه في سبيل تحقيق راحته، قد رضع من ثدي واحد وعاشا إلفين متآلفين، كل منهما يعد أخاه ليوم حاجته، يستأنس به في الوحشة ويخلفه في الغربة، وإذا بالموت يخطفه وإذا به خاوي اليدين منه، وقد صار وحيدا بعد اجتماع، ضعيفا بعد قوة ومنعة، مستهدفا بعد تخوف، وكم يزداد استيحاشه إذا كان ذا طاعة لربه وسلوك حسن واستقامة على الدين وسمعة طيبة. لما استشهد زيد بن الخطاب رضي الله عنه شقيق عمر بن الخطاب الأكبر رضي الله عنه، وهو من عباد الصحابة الأتقياء البررة، لما استشهد يوم اليمامة حزن عليه عمر كثيرا، وكان كثيرا ما يتذكره ويقول: ما هبت ريح الصبا إلا وأنا أجد يا زيد. وهكذا تتنوع الابتلاءات في هذا الباب، وكل يفقد شخصا يحبه ويوده ويألفه، ولكن المصيبة العظمى أن بعضا منا مفرطا في حقوق أحبته في حياتهم، فإذا رحلوا عن الدنيا بكى وتألم وقال: لو كان كذا وكذا. فما دمنا في زمن الإمهال، فلماذا لا نحسن لأحبتنا ونعمل معهم في هذه الحياة الدنيا طالما ما تمنينا فعله حين يغيبون عن أعيننا تحت الثرى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من نعم الله على المؤمن أن يعلم أنه في دار اختبار، فيورثه ذلك يقينا لا ينقطع. ومن ابتلي بفقد الأحبة فليعلم أن أعظم ما يعالج الإنسان فيه نفسه ويسلي قلبه اليقين بأن ما قدره الله كائن لا محالة،
وأنه لا يرده شيء من قضاء الله وقدره، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فإذا علم هذا الأصل العظيم أورثه ذلك الصبر على الأقدار المؤلمة، ووجد بالصبر علاجه وراحته. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا احتسب العبد الأجر ورزق الصبر فقد هانت عليه مصيبته. وإذا تذكر معافاة الله له في جوانب كثيرة من حياته حمد الله أن لم تكن بلواه أعظم. جاء عن عروة بن الزبير وكان عابدا تقيا رضي الله عنه أنه قد وقعت في رجله الآكلة وهو في سفر فدعي له الطبيب فقطع رجله من نصف الساق، فما سمع له حس من صبره. ثم جاءه الخبر بوفاة ابنه محمد وطأته بغلة في الصبل، فلم يسمع منه بذلك كلمة. فلما رجع قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، اللهم إنه كان لي بنون 7 فأخذت واحدا وأبقيت لي 6، وكان لي أطراف 4 فأخذت واحدا وأبقيت لي 3، ولئن ابتليت فلقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت. فهل قدمنا بين أيدينا من الأعمال الصالحة ما يكون سببا في نجاتنا؟ هل سينفعنا في قبورنا دمعة تذرف أو قلب يئن وينزف؟ لا والله، كل هذا يزول ويتلاشى وينسى، ولا يبقى في القبور إلا العمل. فهل أخذنا معنا من الأعمال الصالحة ما تنور به القبور وتوسع وتكون خير أنيس، أم أننا لا زلنا نخوض بالغفلة رجاء أن يحسن لنا من بعدنا؟ وقد يحسن وقد لا يحسن، وقد يحسن ولا يقبل. ومن هانت عليه نفسه وضيعها كانت على غيره أهون. عباد الله، قال الله جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمهات المؤمنين والصحابة أجمعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بتوفيقك وتأييدك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضاهم واغفر لموتاهم يا رب العالمين. اللهم الطف بإخواننا في غزة وفلسطين وفي كل مكان من بلاد المسلمين. اللهم عليك باليهود المعتدين والمجوس الحاكدين وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا طبقا سحا مجللا عاما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.